السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال كده بإذن الله، وربنا يحقق أحلامكم كلكم يا رب، يحقق أمانيكم ويجعل سعادة الدنيا ما بين إيديكم، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل تحلية كده سهلة واقتصادية من البيت، بكل كل حاجاتها ومكوناتها كلها موجودة في البيت العادي يعني. هنعمل الشاتو جاتوه العادي بطريقة كويسة شوية. معايا كوباية سكر، كوباية لبن، لبن يكون دسم شوية، معايا كوباية إلا ربع زيت أو نص كوباية، هو المفروض كوباية بس أنا باحاول أقلل الزيت شوية، مع نص كوباية كاكاو خام، يعني نص كوباية كاكاو خام، هي الكوباية هنا تطلع اتصورت قدامكم حوالي كوباية إلا ربع الكاكاو، بس لأ هو كان هاشش يعني، هي نص كوباية بتبقى حلوة أوي، ممكن كمان أقل من نص الكوباية. هنضرب الخليط ده كله مع بعض. يفضل إن الزيت ما تحطيش الزيت زي ما أنا حطيته، يعني يفضل إنِك تنزلي بالزيت سرسوب يعني في الخلاط والخلاط شغال، حفاظًا على الخلاط، لإن الزيت أول ما بيتحط بيتقل الخلاط. بعد كده بعد ما بنخلطه كويس في الخلاط بناخد نص الخليط والنص التاني بنضيف عليه من بيضتين ل3 على حسب حجم الصينية اللي انت عايزاها. انا هنا حاطة 3 عشان هعمل كوبايتين دقيق. تمام. هنضربهم كويس كده في الخلاط، نخلط البيض مع خليط الشوكولاتة اللي احنا عملناه. هنا هنكون محضرين بولة معانا، هننزل بقى كده بسم الله بالخليط بتاعنا، وهنبدأ بقى ننزل بالدقيق بتاعنا. الدقيق بيكون كوبايتين. انا هنا بردك بحب دايما انزل بيكنج باودر على اللي هي المصفى السلك دي، اللي بعتبرها زي المنخل، بحيث انه لو في تكتلات ولا حاجة ما يبوظليش الكيك بتاعتي. فاهمين يعني واخدين بالكم يعني. فهو كده يعني زي ما انا بقول لكم، عشان ميبقاش في ساعات بيبقى في مرطب كده ولا في تكتلات ممكن يبوظ الدنيا معاكي. الدقيق هنا انا مش معيراه، بس هو انا عارفه ان هو كوبايتين. تمام. هننزل بكوبايتين، يستحسن ويفضل انك تنخليهم اكتر من مره، بحيث انك تطلعي لو الدقيق مركون عندك ولا فيه رطوبه ولا حاجه، يطلع الرطوبه اللي فيه. وهنا بقى نقول الذكر بتاعنا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا أسفة جدا على صوتي، بس يعني هو اللي سمع الفيديو الأخير هيعرف إن أنا كنا في فترة الحمد لله كان كريم تعبان شوية والحمد لله الحمد لله بدأ يتحسن شوية الحمد لله. وهو بيبقى في حضني طول ما هو تعبان، فأنا أخدت الدور شديد أنا كمان والمشكلة إن عندي حساسية على صدري، ما بينفعش آخد أدوية معينة. هنا بعد ما نزلت بالكوبايتين دقيق نزلت بالفانيليا، كنت ناسية الفانيليا هنا على فكرة نزلت بالفانيليا بتاعتي وبدأت أخلط الخليط كويس جدا، اجيبه من تحت لفوق عشان اتأكد ان مفيش اي حاجة تحت، وبحاول اخرج منه الهواء. ولعت الفرن بتاعي على 170 ودخلت فيه الصينية بتاعتي يا دوبك كده مع قطعة زبدة ان هي تدوب بس، علشان ابطن الصينية كده بس، لان الزبدة كانت في التلاجة. وهننزل بالخليط بتاعنا بقى اللي موجود عندي، انا نازلة في صينية كبيرة شوية، علشان خاطر انا مش عايزة الكيك تكون مرتفعة جامد، عايزاها تكون ارتفاعها معقول، لاني هحط لها طبقة تانية. شايفين القوام بتاع الكيك؟ هو انا عايزاه يبقى مظبوط معاكي بنفس القوام ده، لا يبقى تقيل ولا يبقى خفيف، ما تزوديش عن كوبايتين الدقيق. بنحاول نفرد كده الخليط بتاعنا، خليه مفروض في الصينية كويس، وبنخبط الصينية بتاعتنا مرتين 3 كده علشان نفرغ الهواء اللي فيها خالص. هنا بقى هنبدأ نحضر الطبقة التانية والكيك بتاعتنا في الفرن.
أنا متعودة باحب أجيب الكريم شانتيه الصراحة اللي هو الخام بدون سكر، بيبقى أوفر معايا وبيبقى يعني باحسه أحسن كمان. فالبنات هُم راحوا جابوا لي حبة حاجات من فتح الله، ما لاقوش يوميها يعني اللي هو الكريم شانتيه الخام، فجابوا لي دريم على أساس إن أنا باحب أجيب الكاكاو دريم، فقالوا إيه: "ماما يعني هيبقى كويس وكده." قُلت لهم: "تمام ما فيش مشكلة طالما جبتوه خلاص." على لو جبتِ اللي هي البواكي دي أو العبوات دي بيبقى مكتوب عليها كمية لبن معيّنة، قلّلي أنتِ عن الكمية اللي هو كاتبها، يعني هو كاتب هنا مثلًا نُص كيلو لبن على الكيس دوّة، أنا حطيت حوالي ربع كيلو مع كام مكعب تلج، مش أكتر من كده، يعني ربع كيلو لبن على الكمية اللي هو حتفلتها، هو قايل نُص كيلو، لأن أنا متعودة يعني أنا عارفة عشان ما اتخدعش فيه، حصلت فيّا قبل كده كتير إن البواكي المغلفة دي بيبقوا كاتبين عليها كمية لبن معيّنة، لو حطيتيها بحالها بيخف منِّك خالص ما بيبقاش كويس، ولو أنتِ هتعمليه طبقة طبعًا بتبقي محتاجاها تبقى متماسكة. هنا الخليط اللي أنا كنت حُشت منه من اللي هو الشوكولاتة اللي أنا عملتها، هاخد منه معلقة حلوة كده محترمة كده أحطها على الكريم شانتيه بتاعي، يدّي له بس لون كده، لون بس نكسر اللون الأبيض، ونرجع نضربه تاني كده بالمضرب بتاعِك، المضرب كهربا أو مضرب البيض أو العجان، يعني أنا هنا باعمل في العجان وخلاص يعني عشان هو موجود عندي على الرخامة باستمرار. خلاص كده هندخّل الكريم شانتيه بتاعنا في التلاجة على بال ما نشوف هنسقي الكيك بتاعنا إيه، الكيك كان استوى خلاص وكان جاهز عندي، هنا حضّرت كوباية لبن مع معلقة نسكافيه اللي هو الحبيبات، حطيت فيها كوباية اللبن حطيت فيها معلقتين سكر مع معلقة النسكافيه، وهندوبه كده ونبدأ نسقي بيها الكيك بتاعنا. أنا سِبت الكيك على فكرة لمّا بِرِد خالص، يعني هو كان استوى وطفيت النار وفتحت الفرن عليه لمّا بِرِد تمامًا. حكاية يعني موضوع التشريب كده الكيك إنِّك تشرّبيه حاجة، ممكن أنتِ تشرّبيه أي حاجة براحتك خالص، ممكن تحطّي له لبن بس، ممكن تحطّي حاجة ساقعة عندِك، ممكن تحطّي شاي بلبن، ممكن تحطّي كاكاو، يعني أنتِ وراحتك خالص، يعني شرّبيه أي حاجة. أنا هنا بس حبّيت أشرّبه كده وأسقيه علشان خاطر يبقى زيه زي لمّا تاكلي منّه تحسّي إن أنتِ بتاكلي جاتوه كده مش كيك. لا إله إلا الله. بعد طبعًا ما هاشرّبه كده هاركنه على جنب خالص لحد ما يشرب كل النسكافيه اللي أنا حطيته دوّة، وأتأكد إن هو شربه كله ما يبقاش فاضل منه في الصينية كده لوحده على جنب ولا حاجة، عشان أعرف أحط الطبقة التانية. هنا كان خلاص الكيك بتاعتي اتشربت كويس خالص، بقت يعني ما فيش أي سوائل فوقيها، جِبت بقى الكريم شانتيه وهابدأ أضبّطه. هنا في تَكّة أنا مش باعملها، يعني أنتِ لو حابة تعمليها براحتك خالص، يعني في تَكّة إن أنتِ تقشّري وش الكيك كده تشيلي الطبقة الخلفية الفوقانية علشان خاطر الكريم شانتيه يمسك معاكِ بسهولة. بس أنا مش باحب يعني أشيلها، يعني خلاص باقول كيك على بعضه وخلاص يعني ليه أهدّر منه وباضبّط الطبقة بتاعتي بأي شكل وخلاص. أنتِ حابة تقشّريها مثلًا ممكن تستغلّيها بقى إنِّك تقشّريها تحطّيها مثلًا في أكياس في كوباية وتحطّي عليها كريم شانتيه برضك هتبقى حلوة. بنحاول نضبّط كده بسكينة بالسباتيولا بأي حاجة عندِك بتضبّطيها بحيث إنها تبقى السطح بتاعها يعني مالِس كده وحلو، يعني يبقى كُلّه مستوي سِوَى واحد. وطبعًا في الوقت ده برضك أنا حاطة اللي هو الصوص بتاع الشوكولاتة أنا حاطاه في التلاجة لإن الجو حَر يعني. وهنا زي ما أنتم شايفين كده جِبت القطّاعة بتاعة المعجنات والمخلل دي وبدأت أضبّط بيها بس كده الشكل النهائي يعني. طلّعت الصوص بتاعي هنا كده وهابدأ كده أفضّيه على الكيكة عندي. بجد من أحلى الحلويات يعني ومن أفضلها ومش مكلّفة نهائي، يعني هي مش مكلّفة بجد.
وطعمها كان روعة، يعني فوق الخيال كده. عايزة أقول لكم إن هي فضلت 4 أيام في التلاجة، الولاد بياكلوا منها، يعني أول قطمة منها زي آخر قطمة. يعني أقسم بالله إن هي طعمها ما اتغيرش، بل بالعكس كانت بتزيد حلاوة كده، وطعم لا نشفت ولا طعمها بقى وحش ولا بقت مفرولة زي الحاجة لما بتبات في التلاجة بتبقى وحشة. لا لا لا، كانت تحفة 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 بجد يعني. انصحكم بجد تجربوها بنفس المقادير وبنفس التكات اللي انا قلت عليها كلها. ليه قعدت 4 أيام في التلاجة عندك ليه؟ هقول لكم احنا من الناس اللي لما بناكل حاجة حلوة بنعوز بعدها نملح ناكل حاجة حادقة، وبعدين بعد ما ناكل حاجة حادقة نعوز نحدق، فاهمين؟ فاحنا ملناش في الحلو قد كده يعني. فانا الحلو ده يعني ايه، ناخد قطعة صغيرة كده يعني ايه نكملتها. والصينية كانت ما شاء الله، الصينية كانت كبيرة مش صغيرة يعني الكاميرا انا ببقى مصورة من بعيد فبتدي حجم صغير، لكن هي الصينية من قريب كبيرة جدا يعني. كميتها حلوة تكفي عيلة ما شاء الله يعني. هنبدأ بقى هنا نقطعها. طبعا انا بعد ما حطيت اخر طبقة دخلتها التلاجة تاني، لان الجو حر ولازم الطبقات دي تبقى ماسكة معاكي، وهي بتحتفظ بيها في التلاجة مش بره على فكرة. هنا بقى هنطلع بقى كده. اما قطعت بالسكينة على فكرة، وانتي بتقطعي بالسكينة كل ما بتقطعي كده وتيجي تشيلي السكينة ما ترجعيش بالسكينة تاني. شيلتي السكينة امسحيها بقى وارجعي اقطعي الجزء التاني علشان خاطر ما تبوظي معاكي الشكل. انتي عايزة تشوفي شكلها المظبوط الحلو كده اللي هيخليكي تفرحي كده بعمال ايديكي وبانجازك. فهي نصيحة طريقة التقطيع، بس ان انتي ما تروحيش وتيجي بالسكينة في الجاتو كده او في قالب الكيك. شايفين الطبقات مستوية وجميلة ازاي وشكلها ما شاء الله يفتح النفس. ما كانش شكل بجد، بس كان شكل وطعم وريحة والله العظيم يعني. يعني البنات بقوا يقولوا لي ماما لولا ان احنا عارفين ان انتي عمايلك حلوة وان انتي اللي عاملاها كنا قلنا لا دي من بره او جاهزة، مش بيتي خالص يعني. طعمها ما يدولش انها بيتي وبالامكانيات البسيطة دي. فيديو سهل وبسيط وحلو قوي، واحنا داخلين على الصيف بقى والولاد بيحبوا يعوزوا حاجات حلوة بقى وكده. وشجعيهم بقى، اللي عندها بقى ولد ناجح بنت ناجحة يعني، ابدأوا بقى كده فرحوهم وافرحوا معاهم. والحلويات بقى اللي هي مش مكلفة دي حلوة جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومعادنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.